الصراحة أنا ماليش دعوة. كنت واقف معرفش أعمل إيه، كنت خايف جدا. التلاتة رجالة ما أقدر عليهم إزاي أحوشهم من فوق ماما. بدأت تسخن من اللي أنا شايف، وبالذات لما التلاتة رجالة كانوا فعلا مولعين على الآخر، ومسكوا فضلوا يضربوا فيها وجسمها بيرفع فرقعة، ويضربوها على أماكن حساسة، وهي كانت بتزعق وبتنص بتقول كلام مثير جدا. أهلا بيكم في حكايات هند. متنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عجبتك الحكاية ادعمنا بلايك وشير عشان توصل لكل أصحابك. يلا بينا نبدأ حكايتنا النهاردة. أنا اسمي كمال، وعايشة أنا وماما لوحدينا في شقة في عمارة إيجار، وبابا توفى وأنا عندي 10 سنين في حادثة عربية. ومن يومها وأنا عايش أنا وماما لوحدينا، وماما شغالة موظفة حكومية. وبعد وفاة بابا ماما تقدم لها عرسان كتير بس رفضت علشان كانت عاوزة وأنا تربيني والكلام ده. ولما كبرت فضلت أشوف ماما العرسان بيجولها واحد ورا التاني، والسبب بصراحة إنها كانت ست حلوة جدا، جمالها ملفت وجسمها مربرب وبشرتها بيضاء. لكن أنا مهما كنت صغير كنت رافض فكرة إنها تتجوز. كنت بغير عليها جدا وما كنتش أتخيل حد تاني في حياتها غيري. وفي يوم قلت لها: يا ماما، ما تلبسي النقاب، الرجالة كلها معجبة بيكي، وده السبب اللي يخليهم كل شوية ييجوا يتقدموا. ماما فكرت في كلامي، وفي النهاية وافقت ولبست النقاب. ونسيت أقول لكم اللي أنا فولو كليه، وسبب كده كانت المصاريف تقيلة قوي على ماما، وكان يدوبك مرتبها ومعاش بابا اللي كانت بتقبضه، وكان مكفينا مكفي المصاريف كليتي ومكفي البيت. بس ما كان يخطر يوم على بالي إن ماما ممكن تعمل الحاجة دي وتستغل جمالها علشان خاطر الفلوس. وبدأت ألاحظ ماما بتتكلم في التليفون في الليل مع واحد، ولما كنت بسألها بتكلمي مين، كانت تقولي بيكلم صاحبي في الشغل. قلت لها: بتكلميه ليه؟ كانت بتزعق فيا وتقولي: انت مالك يا واد، انا اللي اسالك ولا انت اللي تسالني؟ كنت بسيبها واقول اكيد بتتكلم في الشغل، في اي حاجة يعني، مش بتتكلم في حاجة غلط. وفي يوم من الايام سمعتها بتتكلم في التليفون وبتقول: لو واحد النهاردة الخميس هيجيلي ليلة حمرا وابني مش ماشي في البيت. اتفق هو واصحابه يسهروا برا، وفعلا أنا كنت ناوي أسهر أنا وأصحابي برضو، وبتكلم معاهم وبقول هنبقى إحنا الأربعة في أوضة واحدة، وأنا مجهز الجو ومهيأ، وبتضحك ضحكات مش عارفها. أنا الصراحة لما سمعت الكلام ده اتصدمت، ما كنتش مصدق وداني، بس قلت أنا مش هكلمها، أنا مطلع وهرجع وأشوف مين دول 3 دولات اللي هيجوا الياما في الليل. ولما جاي الليل لقيت ماما لابسة حتى حتة جديدة وبتضحك وتتكلم في التليفون ومبسوطة. أنا خدت بالي واتأكدت من الكلام اللي كانت بتقوله. أنا الصراحة اتجننت وقلت كده ماما، بس أنا كنت مطنش وقلت مش هكلمها. بس طلع اللي معاها فعلا كانوا 3، دخلوا الأوضة وقعدوا، وبصراحة كانوا حاجات مش طبيعية وأنا كنت بشوفهم ولا كأنهم بشر. المهم قعدت وقتها مع أصحابي وقلت مش هخليهم يقربوا مننا، وإن حصل أي حاجة كل واحد يبعد بسرعة. اللي كانت معايا في الشغل جالها لوحدها واقف قدام العمارة وطلع لتليفونه بيتكلم، وطلعت ماما من البلكونة وبتقوله وهو دخل العمارة. أنا الصراحة اتجننت والنار ولعت فيها، قلت أكيد جاي يعمل حاجة مع ماما، وأداري ماما ما شفتش على كده. مكان تواجدت أحس بنفسي، يا جالت أنا الأربعة ومن يمكن الاتنين التانيين اللي موجودة شفتهم. ماما لتليفونه شفت الشقة، اطلع واعرف كل حاجة. طلبت النهاية باب الشقة وأنا فيهم. أعمل إيه؟ مؤقت زي ما أصعب ما أعرفه. هي اللي ضحكت المفاتيح القفل بتاع الباب ويفتح ببطلة، وفتحت الباب وولعت اللمة وأنا النفي فيه. الصراحة اللي شفته ده عادي جدا، مفيش لبيت كان ليه، ماما بين دماغي، وأنا وهي شقانة ماما كتير. ولو حد ولو هي قلت أنا جوزها أو حاجة زعلت عليا، بس مش بقول أي حاجة. أنا بحكيلك الموقف ده عشان اللي يشوفني. الصرخة اللي في الدور اللي كان مش في نهاية الدور اللي بحلف بيه، أنا وحصل تاني لو مشيت الدور اللي كنت بحلف بيه. الصراحة أنا ماليش دعوة. كنت واقف معرفش أعمل إيه، كنت خايف جدا. ال3 رجالة ما أقدر عليهم إزاي أحوشهم من فوق ماما. كنت خايف يضربوني أو يعملوا في أي حاجة. إني كنت ماسك أعصابي بالعافية، وكانت النار بتاكلني في قلبي وشايف ماما في 3 رجالة بيمارسوا العلاقة معاها قدامي.
الصراحة مش هكذب عليكم، الكلام اللي كنت مسمعه من ماما وشايفه عيانة قدام عيني وأنا شاب، وأكيد حاجة زي كده هتولعني نار. وأتأثر فيها بدأت تسخن من اللي أنا شايف، وبالذات لما الثلاثة رجالة كانوا فعلا مولعين على الآخر، ومسكوا فضلوا يضربوا فيها وجسمها بيرفع فرقعة، ويضربوها على أماكن حساسة، وهي كانت بتزعق وبتنص بتقول كلام مثير جدا. أعصابي ثابت على الآخر. المهم وصلنا لنهاية الجزء الأول. متنسوش الاشتراك والإعجاب ونشر الفيديو. نلتقى في الجزء الثاني، واللي عنده قصة يكتب تعليق ورح نتواصل معه